السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم عام جديد، معاكم سالي من قناة سالي هو. النهاردة رجعت لكم بسلسلة جديدة في القناة، سلسلة قبل ما تترمي. في السلسلة دي هنحول كل قطعة كانت هتترمي لحاجة مفيدة وشكلها يفرق. يلا بينا كده نبدأ أول حلقة في السلسلة ونقول بسم الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وانزلي تحت حط لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك الحلقات الجديدة أول ما تنزل. اول بقى فكره معانا النهارده الازاز دي وانا كنت بنظف كده وبروق الكركبه لقيتهم، فقلت بدل ما ارميهم طب ليه ما اعملش منهم مثلا فكره كده تطلع شكلها حلو واعمل ديكور كده ايه للصاله. جبتهم كده وجبت الكراتين ديت، كراتين كده اللي هي الخفيفه دي، قصتها كده يعني عملت كذا طبقه فوق بعض عشان خاطر تبقى تقيله كده ومتينه، وبعدين قصتهم على قد التلات ازاز اللي انا هستخدمهم في الفكره بتاعت النهارده. وغلفت كده الكرتونه بقماش كده من الخيش، كان عندي شوال كده من الخيش برضو، قلت بدل ما ارميه استفاد منه. طبعا انتوا عارفين الخيش ده بيتباع اصلا بفلوس يعني، فلو عندك مثلا شكاره بتاعت اللي هي الرز اللي هي الصغيره ديت او كده ما ترميهاش، وحاولي ان انت تستفادي منها برضو. خلاص غلفتها كده بالخيش وهسيبها بقى على جنب، وجبت الازايز وبدأت ان انا اغلف الحلق بتاعهم كده من فوق بقطعة برضو من نفس القماش بتاع الخيش اللي انا عملت بيه القاعدة. تمام. ممكن برضو بدل ما تعملي بالقماش الخيش ده ممكن تلف عليها الحبل اللي هو بتاع الخيش برضو، وممكن تعملي القاعدة بتاعت اللي هي الكرتون دي برضو تغلفيها بأي قماشة انت عجباكي يعني الحاجة التزيين ده على حسب ذوقك انت. تمام. عملتهم كلهم اتخلصتهم، وهبدأ بقى اجيب حبل من اللي هو بتاع الخيش برضو، وهلف كده على القاعدة من ايه من الإطار بتاعها من بره. خلاص. الخيط الخيش ده بيتجاب من عند بتاع الكلف والخيوط، بيبقى عنده بقى كل حاجة تخص الهاند ميد ولوازم الخياطة والحاجات دي كلها. انا استخدمت الخيط اللي هو يعني السمك بتاعه كبير شوية، وفي منه بيبقى احجام، يعني في خيط بيبقى رفيع وفي تخين وكده، يعني بيبقى مقاسات. تمام. مش عارفة المتر منه كان ب7 جنيه او حاجة، مش فاكرة والله، بس انا كنت جايباه من رمضان كده. تمام. بعد ما خلصت كده هلزق بقى الازايز كده، ثبتها كويس على القاعدة اللي انا عملتها بالشمع، وتخلي بالك يعني تخليهم في النص بالظبط. تمام. هلف بقى كده بقية الخيط كده حوالين الازايز، بحيث ان هو يدي شكل زي كأنها مثلا صينية كده هما محطوطين فيها، وكمان عشان خاطر يعني يبقى ثابتين في بعض كويس، يعني انا بلزق الخيط حوالين الازايز ذات نفسها. تمام. هقص كده وابدا بقى انا نجيب كده قطعة من الحبل برضو، وهعمل لها كده ايدين للطبق اللي احنا عاملينه ده او الصينية. اجيب كده جزء كده من الخيط بتاع الخيش واقصه متساوي، يعني قطعتين قد بعض بالظبط، عشان الايد تطلع مظبوطه، يعني يبقوا قد بعض، يبقى في تناسق كده في كل حاجه. بس هلزقهم كده وخلاص، كده تعتبر الفكره يعني قربت تنتهي. عملنا منهم ديكور شكله حلو جدا. هضيف بس حاجه بسيطه كده يعني تزود من شكل الديكور ده. هجيب الورده ديت من الخيش برضو انا عاملاها، وهلزقها كده ايه في النص في نص الصينيه كده. ده شكلها بقى النهائي، يعني جميله جدا وذوقها حلو كده وشيك، وما كلفتناش حاجه خالص، يعني شويه خش كده يعتبروا مش بحاجه يعني، ويتعمل منها ديكور حلو. لو هتشتريه هيبقى بمبلغ، لان الديكورات دلوقتي كل حاجه بقت غاليه قوي. اتمنى الفكره تكون عجبتكم. تعالوا بقى ندخل على الفكره التانية، وهي اسهل ما يكون. ده برطمان فاضي، واحنا طبعا عندنا البرطمانات الفاضية كتير بتبقى موجودة دايما، وعاملين لنا شوية كركبة كده، بس احنا بقى هنستخدمها في حاجات حلوة. ونتخلص من الكركبة، وفي نفس الوقت برضو نطلع ديكورات شكلها حلو. جبت الطاقية دي طاقية جبيكة يعني معروفة، وبتبقى موجودة برضو في كل بيت، بتبقى جاية مثلا من السعودية، حد كان عامل عمرة او حاجة بيبقى جايب منهم. كانت موجودة عندي محدش بيلبسها، ويعني كانت قديمة الصراحة. فانا بقلب كده في الحاجات برضو لقيتها، فجات لي الفكره ديت ان انا البسها كده للبرطمان. هتدي شكل حلو،
وشكلها شيك برضو، ولونها كمان اللون الابيض ده او الاوف وايت بيدي شياكة برضو مع الخيش. فانا لبسته كده للبرطمان ولزقته كويس وعشان اجمد عليه كده واتاكد ان هو ما يفكش، لان الشمع برضو ساعات بيفك وكده. ربطت عليه كده، لفيت حوالينه برباط من الخيش وربطته بالشكل ده. شايفين بقى ده شكله سهل جدا، يعني فكرة في منتهى السهولة. انا بحب دايما في القناة اعمل الافكار السهلة، ما بحبش الحاجات اللي بيبقى فيها خطوات كتير والعبكة وكده، لان انا شعاري دايما هنا في القناة البساطة. احب اعمل الحاجة ببساطة وما يبقاش شكلها مكلف او فيها خطوات كتير او كده يعني. فانا استخدمتها بقى، ممكن تستخدمها بثلاث استخدامات. اول استخدام ان انا عملتها مزهرية كده وحطيت فيها ورد، تمام. شكلها حلو جدا برضو وشيك. تاني استخدام ممكن تحطي فيها برضو شمعة، شمعة كده من اللي هي بحجارة ديت، بتبقى حلوة برضو كده. لو مثلا تطفي النور وكده بتدي شكل شياكة برضو، لو انت بتصوري، لو انت بتعملي حاجة او عايزة تعملي جو هادي كده بتبقى جميلة جدا. وتالت فكرة برضو ان احنا ممكن ننظم فيها المعالق الخشب في المطبخ، برضو شكلها حلو جدا وشيك. وهتبص عليها من الاخر هي معمولة من ايه، معمولة من حاجة بسيطة جدا. وممكن بقى انت تزيني بالطريقة اللي تعجبك، يعني لو مفيش موضوع الطاقية دي ممكن اي حاجة ان شاء الله قماشة شكلها حلو عندك كده هتغلفي بيها وهتبقى كويسة جدا. تالت فكرة معانا النهاردة برضو من اسهل ما يكون. كان عندي الترمس ده وبقاله فترة كنت انا بستخدمه يعني، وبعدين ما بقاش يعني يحتفظ بسخونة الحاجة زي الاول، تمام. فصراحة قعدت فترة ركناه، يعني انا بحب الحاجة اللي بيبقى شكلها مميز، مش عايزة ان انا ارميها وكده. فقعدت افكر، فحطيت فيه الورد بالشكل ده كده، لقيته شكله حلو جدا وطالع كده منظر انيق يعني. فالصراحة انبسطت بيه جدا، فعجبتني الفكرة وقلت اصورها لكم. اتمنى تكون الفكرة عجبتكم واكون الهمتكم كده بطريقة بسيطة. الحاجات اللي هي ممكن تترمي ممكن تستخدميها في حاجة تانية وتطلع شكلها حلو وشيك، وتعيدي تدويرها وتتخلصي من الكركبة نهائيا. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. احبكم في الله، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.